طيب انا دلوقتي هجرب اكتر مطعم عامل دوشه الفتره اللي فاتت، وده لسببين: الاول لان انتوا زهقتوني من كتر ما طلبتوه مني، والتاني لانه عامل كميه عروض جامده جدا. وبدات اول حاجه هناك بالبيتزا، واللذيذ بقى ان هم كانوا عاملين عرض جامد، لو جبت حاجه هتاخد التانيه بنص السعر، اما بقى لو جبت اتنين فانت هتاخد التالته هديه. فقلت مصلحه الاخر عشان نقلب المنيو كله، وانا مش محتاج اتكلم كتير، يعني باين قوي رفع وشكل البيتزا اللي تحسها هربانه من ايطاليا كده. وعجبني قوي فيهم بيتزا البيبروني والسي فود، بس بالنسبه لي البيبروني كانت عنيفه جدا. ولما لقيت بقى الجو بدا يحلو طلعت بره على الفيو رايق وطلبت طلبين مسببين حرايق. الاول 3 باستا بسعر 2 زي ما اتفقنا من شويه، فكانت الالفريدو عاديه لكن الجمبري كانت جامده، انما بقى تورته الفرايد تشيكن دي كانت عظيمه بكل المقاييس. يعني جمعت طعم الباستا الجامد في الباستتين اللي فاتوا، ولما اتحط بقى صوص الجبنه مع طعم الفرايد تشيكن خلى التجربه مجرمه. اما بقى لو انتوا شويه شباب كول ففي هناك سندوتشات على الرايق جدا، وبالذات سندوتشات الفرايد تشيكن كانت جامده. بس انا بالنسبه لي لما اروح هناك تاني هطلب يا بيتزا يا باستا الصراحه. واكيد طبعا القعده الجامده دي مش هلاقيها غير في جليم باي، والمطعم ده اسمه بوكا، والصراحه يستاهل الدوشه جدا.